مقطوع تماما وما فيهوش اي خدمات. ولان رجال الامن كانوا عارفين خطوره بلاغ زي ده وان اي حد تاني ممكن يفكر يعمل كده، فكان لازم يتم القبض على الشخص ده في اسرع وقت، وطبعا مع الشك في كل الركاب والسواق. وبعد ما اتعمل تحقيق مع السواق ومع كل الركاب، قدر رجال الامن يوصلوا لمواصفات الشخص ده واتاكدوا ان مفيش ولا حد فيهم له علاقه بالقصه دي. ولما وصل رجال الامن لمسرح الجريمه اللي هو الكيلو 35 ودخلوا 2 كيلو في عمق الصحراء، اكتشفوا فعلا ان مفيش اي نوع من انواع الحياه موجود، وان صعب جدا شخص يتصرف كده الا اذا كان حد مستنيه جوه او عربيه كانت ماشيه ورا الميكروباص. ويبدا رجال البحث الجنائي يحطوا كل السيناريوهات المتوقعه. وللاسف في الوقت ده ما كانش فيه كاميرات مراقبه محطوطه في اماكن كتير، فحتى ما عرفوش يوصلوا للركاب اللي ركبوا من موقف المنيب، ولا عرفوا يوصلوا للشاب اللي هم قالوا عليه. فواضح جدا ان الشاب ده عارف بيعمل ايه. وهنا عرف رجال البحث الجنائي انهم هيعتمدوا على خبرتهم وبس وبعض المعلومات البسيطه اللي خدوها من الركاب ومن السواق اللي فيها مواصفات الشاب ده. ويبدا رجال البحث الجنائي ينتشروا على الطريق الصحراوي في محاوله للوصول لاي معلومه، واعتمدوا هنا ان احتمال يكون الشاب نزل في المكان ده علشان بس يشتت الانتباه، وانه ساكن او شغال في منطقه قريبه. ويلاقي رجال الامن بعد 3 كيلو محطه بنزين ومنطقه مقابر، ويحصروا عدد العمال والموظفين في المكانين علشان يلاقوا ان عدد العاملين اكتر من 200 عامل، ما بين مقيم بشكل دائم زي اللي شغلهم في المقابر او اللي بيشتغلوا بنظام الشفتات. وبرغم ان عددهم كان كبير جدا الا انه تم التحقيق معاهم كلهم، واكتشف رجال الامن في الاخر ان ولا واحد فيهم له علاقه بالجريمه دي، لحد ما يجي عامل من محطه البنزين ويبلغ رجال الامن ان في حارس لمحطه ارسال تابعه لواحده من شركات المحمول قعد معاه قبل كده وعرف منه انه كان عنده سوابق اجراميه، بس هو تايب بقاله فتره كبيره. رجال البحث الجنائي عرفوا ان محطه الارسال تبعد 2 كيلو من محطه البنزين وموجوده في عمق الصحراء. ولما وصلوا هناك اكتشفوا ان مفيش حارس موجود في محطه الارسال، وعرفوا من العمال اللي في المقابر اللي فعليا قريبه جدا من محطه الارسال ان الحارس ده اختفى بقاله يومين. وهنا رجال البحث الجنائي شكوا فيه وجمعوا كل الادله والمعلومات عنه. الحارس ده اسمه احمد جمال، عنده 31 سنه، عنده سوابق اجراميه وصل عددها ل 22 اتهام، منهم سرقه بالاكراه وخطف واحتجاز انثى لمده 8 ايام واتهامات اجراميه تانيه. فهنا اتاكد رجال البحث الجنائي انه بنسبه 100% احمد جمال هو اللي عمل كده. اتعمل عنه تحريات كامله وهو مختفي تماما، وهم بيجمعوا المعلومات عرفوا انه باع تليفون محمول لواحد من الغفر او من الحراس اللي موجودين هناك، والكلام ده قبل ما يختفي بيومين. ولما شاف رجال الامن التليفون ده وطبقوه مع المسروقات اللي اتسرقت من الركاب، اكتشفوا ان هو واحد من تليفونات المسروقه في الميكروباص، وبكده يبقى في دليل ان احمد جمال هو اللي ارتكب الجريمه دي. وفي نفس الوقت رجال البحث الجنائي يوصلوا للقريه اللي احمد ساكن فيها ويكتشفوا ان اخوه باع كميه من الذهب لواحد من محلات الذهب هناك. ورجال الامن يوصلوا لمحل الذهب، ولما يشوفوا الذهب اللي اخو احمد باعه يعرفوا كمان ان هو الذهب المسروق من الميكروباص. وبعد يومين من البحث يتم